كنت برا وقعدت افكر مع نفسي اعمل اكل ايه، في الاخر جه بالي الفكره الجامده دي. ايوه، هنتغدى النهارده رنجه بقى، وجنبها شويه بصل اخضر، لكن تحفه ومية مية. بصوا بقى، رحت كده عند الراجل. على فكره يا جماعه، الرنجه غليت، غليت. رحت عند الراجل وزنت رنجه واحده بس، وابتدات كده ان انا اشيل الدماغ بتاعتها، وابتدات ان انا افتحها كده من عند البطن. وهعمل ايه؟ على فكره انا ما بحبش احط على الرنجه بتاعتي اي حاجه، ما بحبش اعصر عليها ليمون الا عند الاكل بس، ولا بحب احط عليها طحينه، ولا بحب اعمل اي حاجه. وكمان ما بحبش اقطعها ولا حتى بحط عليها زيت، بالذات لما تكون الرنجه وصبحه وجامده زي ما انتم شايفين كده. سايبالكم في الاخر الفيديو معلومه مهمه جدا. بقى هي دي المفاجأة اللي بقولك عليها في آخر الفيديو. جايبه لكم النهارده مركز للإشاعات تحفة وحلو جدا جدا. وكمان ميزته والتحفة اللي فيه إن هو سعره على قد إيديكي. أيوة، سعره على قد إيديكي. عايزة أقولك النهارده مركز الإشاعات اللي أنا جايبهولك ده أسعاره تحفة. بمعنى إيه؟ بمعنى لو حضرتك أو حضرتك بتروح تعمل إشاعات، الإشاعات بره لو ب 800 جنيه الإشاعة، عنده هو ممكن تلاقيها ب 400 جنيه. هو في الكلام ده؟ ايوه في الكلام ده. واسألي وتأكدي بنفسك قبل ما تروحي. عندهم ارقام للواتس، وعندهم كمان ارقام للتليفونات. اسألي قبل ما تروحي، والله العظيم ثلاثة. وانا النهاردة بعمل اشاعة لابني. ادعوا له كلكم بالشفاء يا رب، ربنا يشفيه ويزيح عنه هو وكل مريض على الدنيا يا رب، اللهم امين. وكل مبتلئ ربنا يشفينا عننا كلنا يا رب. عايزة اقولك النهاردة وانا هناك، سامحوني ما قدرتش اخد التليفون بتاعي معايا. كنت عايزة اصور لكم مكانه بالظبط، للي حابب او عنده لا قدر الله لا قدر الله موضوع ورايح يعمل عنه إشاعة أو حاجة. تمام. في كل الإشاعات، إشاعات للستات على الثدي، إشاعات أسنان، كل الإشاعات اللي ممكن تلاقيها، الرنين والمقطعية، الصبغة، كل الإشاعات. عايزة أقولك السعر بينزل النص. لو بره الإشاعة بيكلفك 2000 جنيه، عندهم هو ممكن تلاقيها ب1200 جنيه. والله العظيم الكلام ده حقيقة حقيقة حقيقة. المركز ده هو ده اسمه مركز الفتح الإسلامي، اللي في شارع 10، الجمعية الشرعية بالمعادي. مركز الفتح الإسلامي، مركز الفتح الإسلامي. عايزة أقولك أو أقول لحضرتك، لو أنت عايزني أروح أصور لكم العنوان بالظبط قولولي في التعليقات، مش هبخل عنكم وهروح فعلا أصور لكم العنوان بالظبط. طبعا اللي ساكنين في حدائق المعادي أو في دار السلام اكيد عارفينه. عملت الفيديو ده ليه؟ عملته لان فعلا في ناس كتير ما تعرفش عن مركز الاشاعات ده حاجة. هو موجود في شارع 10، في شارع 10 بالمعادي. اي حد حابب ان انا اروح اصور له المكان من بره واصور له الشارع والدخله يقول لي، وانا مش هعز عليكم خالص. زي ما قلت لك الاشاعات عنده، ايوه دي حقيقه، الاشاعات عنده بتنزل النص. دي حقيقة حقيقة حقيقة. وإشاعاته جيدة جدا، أكنك بالظبط عاملاها في مكان كبير وعالي. في الأسعار، بس الفرق إن المكان ده أسعاره كده والمكان ده أسعاره كده. طبعا مش عايزة أذكر أسامي حاجات يعني، بس عايزة أقولك أنا عاملة الفيديو ده لتاني مرة وبأكدها لك، عشان خاطر في ناس كتير فعلا ما تعرفش عن مركز الإشاعات ده حاجة. وأتمنى يا رب إن ربنا يشفينا ويشفي كل مريض يا رب، اللهم آمين. وإن شاء الله هقول لكم فيديو لوحده ليه أنا عاملة لابني الإشاعات ديت، عشان برضو تخلي بالكم من الموضوع ده مع عيالكم. وأشوفك الفيديو الجاي على خير. باي باي.